الزمالك بيتعادل مع زد 1-1 وبشكل كبير بيخرج برا منافسة الدوري. مش فاهم ليه الزمالك مش قادر يكسب. ليه بتروجيت تعادل غريب، الاهلي تعادل منطقي تمام، انت كنت كويس والاهلي بتلعب مع فرقة كبيرة وكده. طب النهاردة انت بيدخل فيك جون ما يدخلش فرقة، يعني فرقة ناشئين بتتعادل في الشوط الاول طول الماتش استحواذ بلا اي خطورة. طب ايه؟ طب يعني ليه كل ده؟ الزمالك ما بقاش فيه لاعب يقدر يصنع الفرق غير ناصر منسي؟ يعني هنعتمد على لعيب واحد بس اللي هو ناصر منسي؟ ازاي طيب؟ ليه زيزو ما بيطلعش؟ زيزو مش في مستواه، خلاص طلعه. هتفضل سايبه في الملعب وهو مش بيقدم اي حاجه خالص، بالعكس ده بيضر الفرقه وبيضر نفسه. ليه بتطلع عبد الله السعيد وما تطلعش زيزو؟ ما تطلعه وسيب عبد الله السعيد، هو اللي بنلعب عليه، هو اللي بيخرجنا من الدفاع للهجوم، هو اللي بينقل الكوره. خرجته وما استفدناش اي حاجه. طب ليه؟ يعني مش فاهمها. بيسيرو ما ينفعش يبدا 3-4-3 في ماتش زي ده. تقدر تبدا بالتشكيله قدام الاهلي قدام بيراميدز لانهم هو فرق اقوى منك، لكن انت في ماتش زي ده عايز تكسب تبدا 4-3-3 عادي. يعني تشكيله ما ينفعش تلعب اتنين نص ملعب، انت كده ما يعني صعب احنا مش عارفين نخرج بالكوره، عمالين ماسكين الكرة طول الماتش، ما فيش اي حاجة خالص. يا اما كنت تبدأ بناصر ماهر يا اما كنت تجيب زيزو. الزمالك بقى بلا اي خطورة، ما فيش اي حلول خالص هجومية غير ناصر منسي، هو الوحيد اللي بيلعب يعني بقلبه، يعني عايز يكسب. اللعيبة كلها مش بتعمل حاجات غريبة. مصطفى شلبي بيعمل ايه مش عارف، ده بيلعب في الزمالك ازاي مش عارف. الاهلي عنده متشادي والزمالك بيلعب بمصطفى شلبي ازاي مش عارف. حاجة تضايق. هي احلى حاجه النهارده في المباراه هي احمد الجفالي، لعيب نازل واثق من نفسه، هو اللي نزل حرك الفريق برضه وغير شكله. يعني نتمنى ان الماتش الجاي الجفالي يبدا هو وزيزو، عشان ما فيش غير زيزو، احنا مع زيزو ما بيطلعش، فاعتقد ان الجفالي لازم يبدا المباراه الجايه وبس. خلاص يعني هنعمل ايه؟ الزمالك خلاص خرج بره المنافسه. معرفش، الزمالك كده بقى محتاج معجزه عشان يرجع تاني ينافس، مش يرجع تاني مثلا ياخد الدوري، لا ينافس. نفسي يبقى الفرق مثلا 3 نقط 4 نقط 5 نقط عشان يرجع تاني الزمالك. بس لو الفيديو وليه ايمن عبد العزيز بيعترض كده على الحكم؟ خدت انذار خلاص، الحكم واضح قوي ان هو هيديك طرد، واضح قوي، خلاص اهدى. ليه تخليه يحط ايده في جيبه ويطلع لك الطرد واللعيبه تفقد تركيزها لمده مثلا 5 دقايق من المباراه؟ ليه؟ ليه انت اعترضت جامد قوي على الحكم واداك انذار بيتكلم معاك بالراحه، ليه تجبره ان هو يطردك؟ ليه؟ مش فاهم، دي حاجه غريبه ملهاش لازمه خالص. حكم ادى لزيزو انذار هيغيب عن الماتش الجاي، استفدنا ايه؟ ما استفدناش حاجه خالص. فقدنا لاعب زي زيزو حتى لو مش مستواه، بس يعني ما قلت لكم مفيش غيره فلازم هيلعب. شحاته اتطرد وهيغيب عن الماتش الجاي، استفدنا ايه؟ هنشوف دونجا تاني في الملعب، هنشوف لاعب زي دونجا تاني في الملعب. للأسف يعني أنا مش عارف، خلاص الزمالك هيوصلنا لفين تاني؟ ماتش زي ده راجع من المفروض دفعة معنوية. ماتش الأهلي جاي النهاردة تدوس بقى وتكسب 3-2، ما يدخلش فيك جوان، هتعمل ماتش جامد وهتكسب. بس عايز أقول حاجة بس معلش، صلاح مصدق لعيبة جامد قوي، جامد قوي. ميدو وحازم إمام شغلهم باين الصراحة يعني. جايبين مدافع جامد قوي بسم الله ما شاء الله ربنا يحميه، والجفالي واضح جدا ان ده اللي يليق على الزمالك، لعيب حريف الزمالك بيحبه. متفاهمين؟ نادي الزمالك بالذات بيحب اللعيبه دي وجمهور نادي الزمالك بيحب اللعيبه دي. فبشكر ميدو وحازم امام على اللاعبين دولت، صفقتين 10 من 10، فادوا الزمالك بشكل كبير. واتمنى ان الونش ما يبداش تاني بقى ونستريح. حسام عبد المجيد وصلاح والجفالي يبداوا، وعبد الله السعيد ناصر منسي، هم دولت اللعيبه اللي لازم خلاص يبداوا. وعواد، يا عواد بتعمل ايه يا عواد؟ يا عواد مالك يا حبيبي؟ نيجي بقى للتقييمات، ودي من اقتراح اخويا طه وليد. محمد عواد 3 من 10 لانه
ضيع كور كتير قوي برجله وبصها غلط. وكان في الشوط الاول على فكرة لو لعب زد ردها في الجون كان هيبقى جون تاني لزد من نص الملعب. عصام عبد المجيد كل مرة بسم الله ما شاء الله مستواه ثابت، كل ماتش بيبقى مؤثر في الملعب 7/10. صلاح الدين مصدق مدافع الأعلى مستوى 8/10، لأنه واثق من نفسه وعنده مقاومات المدافع اللازمة لأي فريق في العالم. الونش 5/10 مش في مستواه للأسف، ويا ريت الونش ما يبدأش تاني. عبد الله السعيد 7/10، بيعمل اللي هو بيقدر عليه. عبد الله محرك الفريق. شحاتة النهاردة 7/10، وللأسف اتطرد. يعني كان كويس، كان بيلعب بقلب، بس مش هو برضو، يعني مش نفس مستوى شحاتة بتاع كل مباراة. زيزو الذي ليس في كامل تركيزه. 4/10 أسف، وأنا زعلان جدا إن أنا بدي تقييم للاعب زي ده. مصطفى شلبي 0. مصطفى شلبي بيقدم ضحك كروي، بيقدم يعني أكنك كده بتشوف لاعب يعني. يلا هنقول الحمد لله، هنعمل ايه طيب. ناصر منسي 8/10. جفالي 6/10. ناصر ماهر ما شفتوش بصراحة وما قدمش حاجة، 5/10. والجزيري ملحقش، فهنديله يعني ما اعتقدش ان ده هيبقى ليه تقييم. بس كده، لو الفيديو ده عجبكم اعملوا لي متابعة واللايك. سلام.